اللهم لك ألف حمد وشكر رب على كل حاجة، على اليوم العادي وعلى انك قايم ما انتش متضايق. ايه يعني ما ظروف اقتصادية صعبة؟ الحمد لله. بص لحياتك وبص ان في واحد بيتمنى ربع اللي عندك. انت ما انتش محتاج، مش مطالب منك انك تغير العالم ولا مطالب منك انك تغير الناس اللي حواليك. انت مطالب منك انك تخلق من اللي حواليك يعني عالم شبهك بافكارك وطموحاتك ودنيتك وفكرك. وانا جاي في العربيه مع حد كان ممكن اقعد معاه ما اتكلمش، بس قعدنا نتكلم، اتعلم منه حاجه ويتعلم مني حاجه، تبص لحياتك بشكل مختلف. احنا محتاجين نقول للناس انت مش محتاج تغير مكان شغلك، ولا محتاج تغير الناس اللي حواليك، ولا محتاج تاخد حقك، انت محتاج انت اللي تتغير. صح. عشان كده كنت دايما اقول ايه، اما تحس بمشاعر وجع في قلبك من حاجه ارجوك اوعى تاخد خطوه لقدام، لان انت لو خدت خطوه اكتر واكتر هتتوجع اكتر واكتر. وبدل ما تجري تعيط والناس يضمدوا جراحك، اسال نفسك اتوجعت ليه؟ واما تغير نقطه القوه دي، نقطه الضعف دي، وتحولها لنقطه قوه، هترجع لنفس العالم اللي كان بيوجعك هتوجعه، مش عشان اذيته، عشان هو ما عادش قادر يوجعك.